السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا الكحك والبسكوت والقرقيش وكمان الغريبة وكمان يا جماعة البيتي فور، يبقى فاضل لنا ايه؟ برافو عليكم، السابليه. تعالوا اقول لكم على طريقة السابليه يا جماعة، تحفة، حاجة كده جميلة وهتفتح نفسك على كل حاجة وهتخليكي كده تحسي بالعيد. تعالوا يلا اقول لكم على المقادير، بسيطة جدا. هنحتاج كيلو دقيق، كمان نص كيلو زبدة، وربع كيلو سكر بودر، وبيضاية وفانيليا. انا كاتبالكوا المقادير اهو، كاتبالكوا خطوه خطوه عشان نمشي مع بعض وما نتلخبطش في اي حاجه خالص. وكمان يا جماعه هنحتاج نجيب بقى فرماسيل ومربى، ونجيب كمان اشكال نقطع بيها، وكل شخص براحته. الاول السمنه كده سيحتها شويه، بعد كده حطيتها ضربتها عليها السكر البودره، بعد كده البيضه حطيت عليها الفانيليا ونزلتها بقى على السمنه بالسكر، واقوم نازله عليهم بالدقيق بعد ما اضربهم كويس. بس كده العجينه بتاعتي خلصت. انا قسمت العجينه نصين يا جماعه، نص حطيت عليه كاكاو ونص سبته بالفانيليا عادي خالص. دلوقتي بقى هنفردها زي البيتزا، هو ده القوام المظبوط. جبت بقى كده حطيتها من ورقتين زبده وبدات ان انا افردها، لا تبقى رقيقه قوي ولا تخينه قوي، يعني في النص كده زي ما انتم شايفين. ادينا اهو بفرد الفانيليا، بعد كده بقى هقوم فرده الكاكاو عادي خالص. بعد كده بقى يا جماعه جبت القطاعات بتاعتي. القلوب دي بتبقى مقاسات، انا عملت بكل المقاسات لان احنا طبعا بيبقى فيه قلوب صغيره وقلوب كبيره زي ما انتم شايفين شكلها كده. وعملت كمان مربعات، والقلوب الشكل دي براحتك انت. وكمان جبت بقى المربى بتاعتي جهزتها، اللي هي مربى التين او مربى الفراوله اي حاجه، وبدات ان انا ادخله الفرن بالظبط. قعد ربع ساعه في الفرن وطلع بقى يا جماعه. تبداي ان انت بقى تزينيه بالشوكولاته، تحطي واحده مفتوحه وواحده مقفوله على بعض، وتسيحي بقى عليه شوكولاته بيضه وشوكولاته كمان سودا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان هو طعمه رهيب وجميل ومن احلى الحاجات اللي انا عملتها. وبس كده كده نكون خلصنا فيديوهات العيد. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم مبارك. متنسوش تشوفوا الفيديوهات القديمه وتقولوا لي رايكم.